معنا الآن الأستاذ طارق جيبو يحكي لنا على الأحداث اللي حصلت أثناء غيابه الفترة الطويلة في مدينة الدامر. تفضل يا جيبو تتكلم. ما هو الشيء الذي حدث عليك؟ سبق لي قبل أسبوع أو قبل أسبوع أو بعد أسبوع أن سمعت هنالك شائعات بأنه العبد طارق في الزنزانة أو احتجزوه أمن الخرطوم أو نفوه إلى جهة غير معروفة. أنا الآن أتواجد في مدينة الدامر وأريح ناس الدامر راحة كاملة أنه العبد الآن وسط هذه المدينة، وسط الأحباء، وسط الأشقاء، وسط الحبايب. هم ديل ما حبايبي أنا. لو ما ظهرت لهم أنا بالصورة المرضية وأنا بين كشاف وبين خشاف وبين نشاف، أنا الآن أرحب بنشاف لأنه كان منفي في أبو حمد لمراسيم معينة، هو المحتجز وأنا ما محتجز. فالرسالة موصولة لكل الأخوان بمدينة الدامر العريقة التي ما زالت تقدم لنا ونقدم لها من الجميل المبتكر والكوميديا الحلوة الرائقة ذات الرونق وذات الصوت وذات الحس المعنوي المكنون الذي يفهمونه أهل الدامر. أهل الدامر لهم طريق خاص معي ولهم حشايا وخلايا داخل القلب وهم من أفلذات أكبادي، وأنا أعتز بهم حيثما كانوا وحيثما لاقوني وفي كل بقاعات الوطن العربي وأوروبا وأمريكا. أحيي أهل الدامر وأحييهم تحية خاصة وتحية خالدة إنه الأمن لم يحتجزني لأني كنت في أماكن بعيدة من الخرطوم في ضواحي الخرطوم، وكنت أتجول ولي عزومات وأفراح ومكارم، وعندي كانت هنالك تهنئات، وكان أيضا عندي حفل مقام في الردمية حيث تردمنا هنالك. خلاص اكشف ليه؟ لا اوكي تواصل. لا خلوا. فالآن أنا اليوم وفي حضرة زعيمنا الزعيم كشاف الذي لا خيبني أنا ظنا أو خيبني كلمة أو باع لي حديثا، فإنما كان يبحث عني طيلة أيام الحجز. ما هو الشيء الذي حدث لك ايام فترة الرياض؟ والله طبعا دخلوا لي ماسوره بدر دي كده. براحة جاب سؤال هنا. في حريم دخلوا لي طبعا ماسوره بدر دي كده. بعد الماسوره قالوا لي في خراتيش بتاعت مويه تنزل فيها ايوه. عمل لك تيست كده، وبعد ذاك انا طبعا قلت له عندي اورنيك 8 طبعا مطلع من المستشفى عطبره، وعندي واحد برضه قريبي جاي قال لهم الراجل ده راجل مسكين وراجل على نياته وراجل الناس بس بتصور ساكت وكده وكده، لكن المهم قالوا له يا اخي والله احنا سامعين بالراجل ده مسكين راجل طيب وما عنده حاجه ذاته ياخذوه المكتوب، ما عنده اي حاجه، مفلس وما عنده حاجه، ينبح يكون في خشم المساكين يا اخي. خلاص والله الناس ذاته الناس اللي كنت معاهم دي الحنوا عليه وطلعوا لي حاجه كده زي مليون كده ارنب شلته طلعته طوالي. ايوه انت خايف منهم. ايوه والله انت خايف. لا والله ما خايف. وريني الحصل بالضبط شنو؟ دقوك؟ والله لا والله ما دقوني. الحصل بالضبط انه تحري عادي وطلعت منه انه عندي اورنيك 8 في الدامر، وعملنا فاكس من الدامر للخرطوم جابوا لنا الاورنيك 8 وحلوا خيدي من هذه المشكله. فالان المفكوك في لكن انت قلت له انت انا بعمل كده؟ لا ما خلاص انا وقفت قلت لهم خلاص يا جماعه انا والله كنت عيان والحمد لله لسه شفيت وربنا يشفي الجميع وامه محمد واي زول ما شاف ربنا يشفي. يعني ثاني ما بشتم الحكومه؟ لا والله بريء منها ان شاء الله. وهو الانتخابات دي؟ الانتخابات حنصوت لجاكر ولدنا الصغير ده. الرئيس ما حتديه؟ الرئيس برضه حنديه ولد البشير والله. راجل فاضل والله يا اخي راجل يريد خدمه البلد والله. يعني انا والله ده يعني انا لسه حسيت بانه ولد البشير والله يحب يخدم البلد بكل ما يملك والله، وربنا ان شاء الله يا ولد البشير يعينك ويعين كل الناس اللي
اللي كانوا معاك، وربنا يسهل الامور، وان شاء الله الفتره الجايه دي نعيشها عيشه بتاعت رفاهيه، ونكون كلنا اخوه مدللين مفلفلين، نسافر في جروب في مجموعات الى بر السودان، بحوث وزراعه وبترول، وكل ربنا تبقى عمرانه ان شاء الله بيدك يا كشاف. ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامي ويسمع كلامك، انه ربنا سبحانه وتعالى يبسط علينا ود البشير ومن حوله، والامور كلها ترجع الى مجراها، وكل شيء يا جماعه. ادينا اعتذار للسيد الوالي. الوالي نحن نعتذر له، والله يا اخي انا كنت صاحي، انا مريض يا جماعه عندي ورنك 8 وكده، لكن بالمشاكل والضغوط وسع والله ما عندي حاجه، وانا اعتذر لك من هذا المكان بالاسم الهادي عبد الله، نعتذر اليك، ويجعل ان شاء الله الفاظي تكون في ميزان حسناتك. الله اكبر، الله اكبر.